اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، وياريت كمان نكمل حلقة للآخر. حلقتنا النهاردة حلقة قوية جدا، متأكدة ان هي تعجبكم. وقبل ما أبدأ عايزة أقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، وبشكر كل الناس الحلوة اللي دايما بتدعمنا بالتعليقات الحلوة اللي زيها، وبحبكم من كل قلبي. وقبل ما أبدأ في أحداث الحلقة أرجو منكم الدعاء لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ الحلقة. في الأرض الزراعية الدنيا بدأت تليل. فرحة كانت قاعدة بتسمع كلام سمرة بس يا ستي، وبعد ما اعتذر منه قدام الناس كلها وروحت معاه كان حلو معايا قوي، واللي عمله كمان في المستشفى مع الدكتورة علشاني. عارفة حبيته وقتها كتير قوي، حبيته أكتر ما كنت بحبه، وحمدت ربنا إن علاقتي أنا وصقر بقت زي الفل. عمال بتبكي ليه يا حزينة؟ وقلب خلقتك كده وعمال تدورك كمان؟ ما هي الزفتة دي من أول ما رجعت بوظت له كل حاجة، وصقر اتغير معايا قوي. شكله كان بيحبها بجد يا فرحة، ودمعت بزعل. تخيلي النهاردة قال لي لو اتكلمت معاه في موضوع شاهين ده تاني إن هو هيطلقني. يا مري يطلقك؟ هو كان يحلم يشوف ضفرك أصلا؟ طب بقولك ايه بقى، صقر ده انت هتحمليه وهتسيبيه لحاله في الدوار، ان شاء الله حتى يخبط راسه فأجدعها حيطة. سمرة مسحت دموعها وضحكت على طريقتها. بطل اندفاعك اللي موديكي في داهية ده. لا مش هبطله، ويلا قوموا وياي بقى. الراجل لما يقولك ده بمنتهى السهولة لمرته يبقى مش باقي عليها، ولازم ينسك على نفوخه عشان يعرف ان الله حق. قوموا وياي، قوموا يا حزينة. وفعلا أخدتها فرحة على بيتها. أما في المطبخ ليس كان قاعد قدام التلاجة على الأرض، وحواليه أكل كتير قوي وبياكل بجوع. أياه أخي انت يعتي بتعرفي تعملي حاجة يا جاية، ايه أكل طيع مسقي قوي. فارس أخوه دخل المطبخ. ايه ده؟ ايه كل الوكل اللي قدامك ده؟ ليس هو بيخمس في وشه. خمسة في عينيك اتنين، انت جاي تحسدني ويا ايه؟ انت مين بعتك ياض؟ تي ايه جاية يا قيمة اللي بعتك عشان تتقص عليا؟ حكميني فهمها كويس قوي. فارس وهو بيضحك عليه. صح، هي جلب عليك الدوار كلته وحالفة لتقول لابوك. هو انت عملت ايه بالظبط يا ليس؟ ليس اتوتر جدا ورفع ايديه الاتنين لفوق. وياي ما عملت حاجة خالص، انا بس حطيتيها حبة بيا على الارض وهي عبيطة وقعت. انا مين؟ دخلت جليلة وهي متعصبة. بس كده يا ابن شاهين ده؟ طب والهدوم بتاعتي اللي بقت كلها كيف الخلجات بتاعت المطبخ ومتقطعة شرايح كده؟ ليس بسرعة أمن على الأرض واستخبى ورا فارس أخوه. إيه حسد ده قضيت يبنا، وبعدين أنا بحط المقص كده لقيتها كلها اتقطعت 100 حتة، واضح كده إن هدومك كانت مهيهية ودايبة وحداية جاية. جليلة بصت له بغيظ. أنا يا واد هدومي دايبة ولا أنت اللي عاوز تتربى من أول وجديد؟ ليس بصلها بابتسامة. السياحة أنا ما بحبش أكدب خالص. إيه اتنين هدومك دايبة وأنا برضو محتاجة أتيبى شوية. جليلة وهي بتشد في هدومها. يا مثبت العقل والدين يا رب، شوف الواد البارد بيضحك لك كيف. فارس وهو واقف قدامها. ما خلاص بقى جليلة، الواد اعترف بكل حاجة وقال إن هو غلطان، عايزة إيه منيه تاني؟ عايزة أجيبه من جفاه وربيع. اوعى كده يا واد يا فارس، اوعى من قدامي، هات الواد ده هاكله بسناني. ليس كان ماسك في هدوم فارس أخوه بخوف. اوعى يا فايز، اوعى تتحيق من قدامي ويبنا عضك، انت مش شايف شكلها مرعب ازاي؟ فارس كان بيضحك ومش عارف يسمع كلام مين، لغاية ما جليلة عرفت توصل لليس ومسكته من قفاه ورفيته لفوق وهي بتقوله بشر. ها شفت بقى ان مسيرك توجع في يدي ومحدش هيسمع عليك يا ابن شاهين ده. ليس هو بيبص على الأرض لأنه كان مرفوع لفوق وبيقول لها بكل براءة. أيوة شفت كل حاجة يا جاية، انت جدتي وحبيبتي وأكيد هتبقي طيبة معايا صح؟ وخصوصا ان انا عيل صغير، انا عيل قوي يا جاية. جليلة كانت بصاله بشر، وليس بص في عينيها وفهم بصتها كويس قوي. شكلك مش طيبة خالص،
أعوذ بالله من شكيك. أما عند المطار، أول ما قفل جسر التليفون مع كاميليا ولف وشه وبص على البنوتة الصغيرة: إحنا وصلنا خلاص يا لولي. البنت رفعت وشها لفوق وقالت له: إيوه بقى، أخيرا. إيه زهقت خالص خالص يا جاسر. جاسر ضحك ووطى وشالها من على الأرض. حقك عليا، روح جاسر من جوه. بصي، إحنا هنركب العربية دي وهاخدك في حضني وتنام على طول براحتك، وأول ما نوصل هصحيكي. ديل؟ لؤلؤة خبطت كفها في كفه. ديل يا مان، يلا بينا. وأخدها جاسر وركب العربية اللي كان مأجرها، والسواق كان سايق بيهم. جاسر ولؤلؤة كانوا قاعدين في الكرسي اللي ورا، ولؤلؤة كانت نايمة في حضنه علشان تستريح كل الطريق لغاية ما يوصلوا. جاسر كان في العربية وحاطط اللابتوب على رجله وبتفرج على صور عيلته واحد واحد. كان بيكلم نفسه بوجع: ياه، أخيرا رجعت. من يصدق إن كنت هرجع بعد الوقت ده كله؟ يا ترى ياما لما تعرفي إن ابنك رجع هتستقبليني إزاي؟ وإنت يا صقر، يا رب تكون سامحتني يا ابن أبويا. وقفل اللابتوب ومسح دموعه اللي كانت متعلقة في عينيه وقال بغل واضح: ورحمة أبويا لأقلبها دمار على دماغكم كلكم، وخلي يوم رجوعي ذكرى تحلفوا بيها لغاية ما أموت، وأولهم انت يا شاهنتة. أما في دوار النجعو في الحديقة، كلهم كانوا قاعدين بيفطروا مع بعض، ونورة كانت قاعدة جنب حمزة وهي ساندة عليه. فريال بصت لها بغيظ: بيتها نوارة، في الزجون ملم الأطباق وجم اعمل لنا كوبايتين شاي، ما تفضلش قاعدة كده زي البطة البلدي. نوارة بتدلع وبتأكل حمزة بإيديها: معلش يا حماتي، قولي للبت ريا، أصلي مشغولة مع جوزي قوي قوي، جوزي ونور عالي. وبصت لحمزة: كل التفاحة دي يا حبة عيني، شكلك ضعفان قوي قوي ومحتاج تتغذى. حمزة كان بياكل من إيديها وبيضحك على كلامها: أي حاجة من يدك بتبقى مسكرة قوي يا حبة العين. وبيبوس إيديها بحب وبيقول لها بصوت واطي: تسلم يدك يا بنتي يا مهبولة، بس هدي الشغل ده شوية، أحسن اللي قاعدين ويانا هيطقوا وهما بيبصوا علينا. نورة وهي بتوشوش في ودنه: أحسن، خلينا نخلص من 2 على الأقل، والدوار يفضى علينا أنا وإنت يا روح قلبي. فريال بصت لها بغيظ: مررت هتنفجع، ده بقت حاجة تخنق قوي. وبصوت عالي: ما تلم نفسك يا بنت نوارة وتحشم كده، وعمل حسابك إن إحنا قاعدين وياكو، إحنا مش قاعدين في أوضة النوم يا أختي. نورة وهي بتبص لحماتها وبتضحك: الله، هو أنا عملت حاجة ولا يا حماتي؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، ده حموستي وأنا بدلع فيه، مش ده بردك يبقى جوزي؟ حمزة بصلها وهو بيضحك: اعمل اللي انت عايزاه براحتك يا قلب حموزة. زين كان واقف بحماس وقعد يسقف: حلاوتك يا عم حمزة، أيوة كده، سبل سبل يا عم، ده بيحب ولا يبالي. فريال كانت قاعدة متغاظة جدا وبصت لزين ابنها وزقته جامد: وانت يا بيه يلا عامل نفسك باشا، هتفضل قاعد كده لا شغلة ولا مشغلة؟ زين بص لوالدته بصدمة: في ايه بس يا ست الكل؟ هو انا كنت جيت جنبك ولا انت مش قادرة على الحمار بتتشطري على البردعة؟ حمزة بعصبية خبط ايديه في الترابيزة: ما تحترم نفسك ياض، اتكلم زين، قصدك مين بالحمار يا مهبل انت؟ نورة بابتسامة بست حمزة من خده: واه، حاسب يدك توجعك يا حبة عيني، كل البسبوسة دي بالسمنة البلدي ومن عمايل يدي، كل وقول لي رأيك. حمزة بيهدى من عصبيته وبيبص ناحية نورة بيبتسم: أكيد هتبقى حلوة قوي، كفاية إن هي من يدك. زين بصله وبيضحك جامد على تحول حمزة المفاجئ: لا لا يا جماعة، ده كده كتير قوي، حلاوتك يا نورة يا فرساهم. فريال حست إن نورة هتفرسها، قامت من مكانها وهي بتبرطم بصوت عالي: على رأي المثل، ما تزعلش على الراجل لما يموت، ازعل عليه لما يخيب، جاتكم خيبة قلتكم. وسابتهم وقامت. رهف بغيظ بصت لهم: والله يا طنط عندك حق، مع إن أعرف إن الصعايدة شخصيتهم بتبقى جامدة قوي، مش العبط اللي بيحصل قدامنا ده. نورة بصت لها بابتسامة وبصت لرهف علشان تغيظها: ما بلاش انت يا عروسة يا بربي، على رأي المثل، يا واد يا زين، ما يبقاش تاريخك كله فضايح وتيجي لحد داري وتديني نصايح. زين كان واقف بيضحك جدا
على كمية الأمثلة اللي نازلة على دماغه. وربنا انتوا أستاذة ورئيسة قسم يا نوارة، يا بنت الحلاوة دي كلها. حمزة كان قاعد بيضحك. طب كفاية بقى تلجيح لغاية دلوقتي، وتعالي نطلع على أوضتنا يا جدري. نوارة قامت بسرعة من مكانها وهي بتلعب حواجبها الرهف بغيظ. أطلع يا أخوي. ما طلعش ليه؟ حطك بعافية يا زين، أبقى شجر علينا، أصل إحنا ممكن ما ننزلش دلوقتي، يعني لحد السنة الجاية مثلا. ضحك حمزة جدا عليها وشدها من إيديها، وطلعوا هما الاتنين على أوضتهم. وزين بص الرهف. مسيرك يا ملوخية تجيلي تحت المخرطة لما تعرفي إن مفيش غيري. رهف بصت له. بعينك يا زين. أما عند شاهين ده كانت قاعدة محتارة ومش عارفة تكلم مين. يا ربي لو كلمت سامح كده هضطر أحكيله الحكاية من أولها، ومش بعيد يعرف كل حاجة عني، ساعتها هيقلب عليا، وبعدين أصلا كده هيرفض وقتها، هيرفض إنه يساعدني. أعمل إيه بس يا ربي؟ يا رب أعمل إيه؟ وفجأة جت في دماغها عتمان. طلعت تليفونها وفضلت ترن عليه كتير قوي لغاية ما عتمان رد. عتمان كويس إن أنت رديت، الحقني يا عتمان، أنا واقعة في مصيبة كبيرة قوي. خير؟ صقر قلب عليك ولا إيه؟ وحالف إني يخلص عليكي؟ لأ لسه، أنا اللي واقعة في مصيبة كبيرة قوي، ومفيش حد غيرك هيقدر يساعدني. في واحدة صاحبتي اسمها كاميليا سرقت مني حاجة مهمة قوي وهربت ومش عارفة الاقيها. ويا ترى بقى سرقت منك ايه علشان اشوف تستاهل ندور عليها ولا لا؟ شاهين ده اتعصبت جدا وبدأت تزعق. مالكش دعوة، انت مالك اصلا سرقت ايه؟ انا بقولك انا عايزاك تدور عليها وبس. انت اتجنيت يا بنت انت ولا ايه؟ انت هتزعجيلي اياك ولا ايه؟ تصدق ان من رحمة ربنا عليكي ان انا مش قدامك دلوقتي، والا كنت طخيتك عيارين. وبعدين فوق لنفسك، انا مش شغال عنديك يا شاهين ده كانت بتجز على اسنانها. خلاص يا سيدي حقك عليا، انا اسفه ما تزعلش مني يا سيدي، بس ارجوك ساعدني، كاميليا دي لازم الاقيها، انت مش متخيل هي خطر عليا ازاي. لما تبقى تقوليلي هي اخدت منك ايه، ساعتها افكر اذا كنت اساعدك ولا لا. يلا من غير سلام. وقفل السكه في وشها بمنتهى البرود. شاهين ده بغل حدفت التليفون على الارض. خرجتك القرف، اعمل ايه دلوقتي بس يا ربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ترى مين اللي وراك انت كمان يا كاميليا؟ اما في الاسطبل بتاع صقر كان قاعد بيشرب كوبايه الشاي هو وخالد. خالد كان بيبص لصقر وهو مصدوم. انا بجد مش مصدق، شاهين ده رجعت لغايه هنا وانت وافقت ان تدخل الدوار عادي كده يا صقر؟ لا اكيد انت في برج من دماغك طار يا ابني، انت برج الجوزاء صح؟ اصل انت مش طبيعي. انا نفسي مستغرب حالي ومش فاهم انا عملت كده كيف. يمكن علشان تعبت جوي، ولا لسه بحبها يا خالد؟ معقولة يا صقر؟ معقولة بعد كل اللي عملته فيك؟ انا كنت زمان بحاول اخليك تسامحها علشان تخليها تشوف عيالها، لكن عمري ما كنت هساعدك ابدا ان انت ترجعها. يا ابني مستحيل، انتوا الاتنين ما ينفعوش ترجعوا لبعض ابدا. خلاص يا خالد اتقفل على الموضوع ده، انا مش عايزه اتحدث فيه واصل. هي موجوده هنا مؤقتا لغايه ما تقدر تعود على مصر، اكتر من كده مفيش. ماشي يا صقر، لما نشوف ايه اخرتها وياك. المهم انت يا ابني اخدتني في دوكه ونسيتني موضوعي. بصراحه كده وعلى بلاطه انا راجع استعد المره دي مخصوص لاني عايزه اتجوز. ايه تتجوز مين يا مخبل انت؟ اما في اسكندريه في الفندق، اول ما وصل جاسر سأل على كاميليا في الريسبشن وعارف ان هي موجوده على الشط، فرح لها هو ولؤلؤه. اول ما شافها كانت واقفه على البحر وشايله حسن على ايديها، نادى عليها بصوت مسموع: كاميليا. كاميليا لما سمعت صوته اتنهدت بفرحه ولفت بسرعه. اول ما عينيها شافته ابتسمت، قربت ناحيته بلهفه: حمد لله على السلامه، اسكندريه فعلا نورت. جاسر عيونه ما كانتش عليها ولا كان مهتم بلهفتها زي ما هي ملهوفه عليه، انما عينيه كانت متعلقه بحسن اللي كان على ايديها بيرفص، لدرجه ان خلت جاسر يبتسم. هاتيه يا كاميليا، انا نفسي اشيله قوي. امسكه يا جاسر، هو كمان نفسه يترمي في حضنك. وفعلا اخدوا منها وضموا لحضنه. حسن هيبات معايا النهارده، انا عاوز اشبع منه على قد ما اقدر.
طيب وشاهين ده يا جاسر، شاهين ده هتعمل معاها ايه؟ ولا حاجة، سيبيها تهرف نفسها لحد ما تكشف سرها بيدها. كاميليا هزت راسها بمعنى وبالصدفة وقعت عينيها على لؤلؤة اللي كانت ماسكة ببنطلون جاسر وبتشب علشان تشوف حسن وهي مبتسمة. لكن في اللحظة دي كاميليا وشها جاب 100 لون وبصت للؤلؤة. مين البنت دي يا جاسر؟ دي تبقى بنتك؟ جاسر بصلها وبحدة وزعق فيها بعلو صوته وبلهجته الأصلية: مالكيس صالح إذا كانت بنتي ولا لا، فوق لحالك يا كاميليا، انت مش مرت علشان تسأليني. ومد ايديه ومسك لؤلؤة: ابعتي شنطة حسن على الأوضة، أنا غرفة 704، يلا يا لؤلؤة. ومشي جاسر وطلع على أوضته علشان يستريح. أما في الأوضة عند حمزة كان واقف قدام المراية وبيلبس جلابيته، ونورة كانت واقفة جنبه بتساعده وهي مبوزة قوي. ما تبوزيش بجعاد، أنا لازم أمشي دلوقت علشان عندي شغل كتير. نورة بصت له بزعل: ليه بس كده؟ ما تخليك جنبه وجاري، وبعدين ما تاخد لك اجازه النهارده، مش انت قلت ان انت هتعوضني؟ حمزه بص راسها: اوعدك اني مش هتاخر عليكي، هبقى اعوضك بسهرايه وانا وانت لحالنا قبل الفجر. وبغمز لها بخبز. نوره بتتكسف وخدودها بتحمر وبتسكت وبتوتر راسها: ماشي هستناك، اوعى تتاخر علي، احسن انا هعمل لك حبه مفاجآت من اللي قلبك يحبها. حمزه بغمز لها بشقاوه: واضح كده ان انت عايزه تخاوي الواد اللي في بطنك قبل ما يجعل الدنيا، مش كده؟ وقرب حمزه من بطن نواره وبسها وقال لها بصوت مسموع: عايزك تاكل زين علشان لما تخرج تبقى جامد قوي كيف ابوك. ايه رايك يا نواره لو سميناها عتريس على اسم ابويا الله يرحمه؟ في عز ما حمزه بيتكلم نواره وشها جاب 100 لون لدرجه ان حمزه اخد باله. مالك كده شكلك مخضوض قوي، هو انت مش عاجبك اسم عتريس ولا ايه؟ ده اسم ابويا نواره. نواره حاولت تركز في كلامه: يعني اسم قديم قوي، وبعدين الكلام ده سابق لجوانه. وبدأت تعدل في هدومه وقالت له: يلا علشان ما تتأخرش، اوعى تتأخر على مشوارك وترجع لي بدري حبة عيني. ايوه عندك حق، انا نازله ها، عدتك بعافيه. ونزل حمزه وسابها في الاوضه، ونوره كانت قاعده على السرير وهي مذهوله وبتكلم نفسها: يا ربي ازاي نسيت اقول له على حاجه مهمه زي دي؟ يا حستك السودة يا نواره، يا حست السودة لو حمزه عرف يا ترى هيبقى رد فعل ايه؟ اما في الاسطبل خالد كان بيستغرب: جرى ايه يا عم صقر؟ هو انا قلت لك حاجه حرام؟ ايوه يا سيدي عايزه اتجوز، وكمان هتجوز بنت من هنا مستعيد، فلاحه وفقيره على قدها، ايه المشكله يعني؟ صقر هو بيضحك بتريقه: وانت بقى امك هتوافق ان انت تتجوز واحده صعيديه؟ لا هو كمان فقيره، اتهبلت ولا يا خالد؟ وقام صقر من مكانه وهو بياكل الخيل بتاعه، وخالد قام وراه: بدل ما تتريق عليا فكر معايا يا عم، حسسني ان انت صاحب جدع، وبعدين من قالك ان انا هاخد رأي امي اصلا؟ صقر بصله بصدمة: عباي عليك، امال هتتجوز من وراها هيك ولا ايه؟ انت اتهبلت يا خالد؟ ما هو انا يا ابني لو اخدت رأيها هتبقى اجابتها لا، ومش بعيد كمان تلبسني في جميلة بنت خالتي، وجميلة دي اعوذ بالله، علشان كده انا بقى عايزك تيجي معايا وانا بتقدم لفرحة، هتجوزها واسافر بقى على مصر، وربك يا سيدي يعدلها هناك. رأيك ايه؟ رأيي ان انت داخل على حرب كبيرة قوي بينك وبين الست الوالدة، يلا بقى نروح الدوار ناكل ونقعد هناك ونتحدث. وفعلا صقر وخالد رجعوا الدوار، وصقر ما كانش يعرف ان سمرة كل ده ما رجعتش الدوار. في الوقت ده عند نوارة كانت واقفة في المطبخ بتساعد فريال في غسيل المواعين. نوارة وهي مسكة طبق في ايديها كانت بتتفرج عليه بعد ما اتغسل. طب والله يا حماتي الطبق بقى يبرك برك علشان انا حطيت بس يدي فيها. فريال ببرطمة وهي بتغسل المواعين: إلهي يدك تنقطع ونخلص منك يا بعيدة. نوارة وهي بتنغزها في كتفها: سمعتك يا حماتي، وعارفة ان انت بتدعي عليا من ورا قلبك، ربنا يخليك لينا نورت البيت. إلا قولي لي صحيح، ايه الشياكة والنظافة دي؟ انت بقيتي حاجة حلوة قوي، انا كنت سايباكي وانت بجشفك، ايه اللي حصل بس يا فريال؟ جشف من يا بنت يا مهبلة،
انا طول عمري ست الناس وكيف القمر، بس انت بس اللي ما بتشوف الزين، طالعه لامك جليله. اموت واعرف يا حماتي ايه سر الكره الزياده اللي عندك انت وامي. تباني كل ما اقعد وياها تدعى عليك دعاوى الدنيا والاخره. فريال بخف وبتخمس في وشها. اعوذ بالله، امك بتدعى عليها كمان؟ ربنا يحمينا منيها. اصل امك دي عينيها مدوره ومقوره، ولو بصت لواحد بتجيب اجل على طول. نوره بصت لها بخبز. انت هتقولي لي يا حماتي ماني مجرباها قبل كده، وبعدين انا خايفه منيها ليه؟ اما لو عرفتي بقى انك بقيتي كيف لحظه القشطه ومهتميه بحالك ولابسه الوان، تكونيش هتتجوز يا حماتي. في اللحظه دي فريال ابتسمت بكسوف. يوه، ما تكسفنيش بقى يا بنت نواره. نوره وهي بتضحك. انت بتتكسفي كمان وخدودك بتحمر كيف البنات. يا واد انت يا واد، يا واد يا شقي. وقربت من حماتها وقعدت تزغزغها. واه، عيب يا بت، مش كده الشغالين هيقولوا علينا ايه؟ عيب يا بت نواره. يقولوا من حق الكبير يتدلع. حلاوتك يا فوفة في الهلس. فريال في الوقت ده بصت لها وكشرت بزعل. كبير ايه؟ وبعدين هو انا كبيره للدرجه دي يا بنت نواره؟ لا يا اختي، انا مش كبيره على الجواز ولا حاجه. لا، انا ما قلتش كده، بالعكس ياما كتير في سنك واكبر منيكي اتجوزوا، بس بقى اهل البلد قال عليهم مهابيل وحدفوهم بالطوب، وبعد كده ودوهم السرايا الصفرة. بعيد الشر عنيك يا فوفة. فريال مسكت الحلة اللي في ايديها. طيب يا بنت غوري من هنا، بدل ما دش فوق نفوخك يا بنت جليلة. غوري يا بنت قبر يلمك. يعني ماشي يا حماتي، يعني مش هكمل غسيل مواعين وياكي، احسن بردك اما اطلع اكلم حموستي. وطلعت نوارة بسرعة وهي متحمسة وفرحانة لانها خلصت من غسيل المواعين، بس اتفاجئت برهف وهي خارجة من اوضتها ولابسة شورت وبادي كات وبتتمتع بدلع. اما في الدوارة عند صقر كان واقف في المطبخ. صقر وصل وكان بيدور بعينيه على سمرة وكأنه نفسه يشوفها ويطمن عليها. خالد كان واقف جنبه بخبز. طيب يا ابني ما تطلع تطمن عليها في اوضتك، اكيد نايمة دلوقتي. لا، سمرة ما بتنامش دلوقتي خالص، وخليك في حالك. مجرد ما خلص كلامه اتفاجئ بليان كانت خارجة من المطبخ وهي بتطبطب على ليث اللي كان بيعيط وبيقول بصوت عالي: وياه يا عظيم ما هسيبك، وهتبيع يجي في كل محاكم القصية والطفوية كمان لغاية ما اخد حقي منك يا جرية. ليان وهي بتطبطب عليه: خلاص متعيطش، ربنا على الظالم، ربنا ينتقم منك يا جليلة القيمة. صقر اتوتر وقرب ناحيتهم. ايه ده؟ فيه بتعيط كده ليه يا ليث؟ انت اول مرة تعملها. ليث هو بيوري لي دراعه: بص شوف امك عملت فيا ايه. امك عدتني يا صقر وقيمتني وبقيت مصعوية، يوح عيوها بقى. خالد معرفش يمسك نفسه من الضحك. ايه ده؟ وبعدين هو انت شايف نفسك ملاك ولا ايه يا سيدي ليث؟ يا ابني ده اللي رب خير من اللي اشترى، خليني ساكت. ليث بص لخالد بقرف. ايوه خليك ساكت احسن، بدل ما ده يحييك وان اللي فيا يجي فيك، اسكت. اما ليان رفعت وشها لصقر: امال انت كنت فين يا بابا طول النهار؟ مختفي يعني كده، واللي اسمها سمرة اللي انت متجوزها دي كمان مش موجودة خالص. صقر اتخض جدا. انت بتقولي ايه؟ يعني ايه سمرة مختفية؟ هي مش موجودة في الدوار؟ ليث كان واقف بخبز: يا مش موجودة، ودي حكيت ان هي طفشت وسابت لك الدواي. 100 مية قلتيك قبل كده بياش الطيبة دي مع حييم، ما يستهيوش يا صقر. صقر اتخض جدا وبص لخالد اللي بدله تقريبا نفس البصة، وكان قلقان جدا من رد فعل صقر، بس اتفاجئ بيه وهو دخل جوه جري على المطبخ علشان يسأل جليلة على مكان مراته. اما قدام اوضة رهف نورة كانت واقفة وبصلها بغيظ وهي بتجز على اسنانها: ايه اللي عاملاه في نفسك ده يا بنت يا صفرة؟ حد قالك ان احنا هنا في بلاد الخواجات اياك ولا ايه؟ ما تفوقي يا حلوة، احنا هنا في الصعيد، يعني تتحشمي، فاهمة ولا لا؟ رهف بصت لها بلا مبالاة: لا مش عارفة، وبعدين انا هنا نظيفة البس اللي انا عايزاه. فاهمة اسمك ايه انتي؟ ولو غيراني مني قوي كده قلديني، يمكن يبقى شكلك عدل شوية، بدل ما انت شكلك كده قالب على الغفر اللي واقفين بره دول.
وسابتها رهف ونزلت على تحت. نوارة كانت واقفة فاتحة بقها. بجاني شكلي جالب على الغفر. ماشي يا بنت الرفضي، ماشي يا اختي، الدلع جوي ليك روجة. ودخلت نوارة الأوضة وجريت علشان تدور على التليفون بتاعها. كانت عايزة تكلم حمزة لأن كانت حاسة إن قلبها مقبوض. أما في دوار عتمان في الجنينة، كان قاعد عتمان على الكنبة بتاعته وساند راسه لورا بيبص على النجوم وهو موجوع، وكان قاعد يفكر في نوارة. اكده بردك يا نوارة ترجع لحمزة تاني. عملت لها بس يا ابن النجعاوي علشان تخليها تمسك فيك كده وتوقف قصاد اخوها وترجع لك من تاني. معقول تكوني حبتيها لنوارة كده. ومسك راسه بايديه الاتنين من كتر ما هو حاسس بصداع. كان عنده صداع جامد من كتر التفكير، وفضل يتكلم مع نفسه بغل وهو بيجز على اسنانه. مش هسيبك يا حمزة، والله ما هسيبك وهحرق قلبها عليك، وهتبقى لي انا بس يا نوارة وهتجوزك. وفجأة قطع تفكيره صوت حمزة وهو بيقول له كويس اني لقيتك هنا يا عتمان، انا كلمتك كتير جو على المحمول لكن انت اللي ما بتردش. عتمان رفع وشه، واول ما شاف حمزة كان باين عليه انه عرقان قوي متغاظ. حمزة بصله باستغراب. انت زين يا عتمان، شكلك تعبان ولا ايه؟ عتمان كان بيرفع حاجبه بغل. لا انا زين وزين قوي يا حمزة. حمزة استغرب قوي طريقة كلامه. طب قوم وفوق كده علشان شكلك تعبان ومهمد، في بيننا حساب كبير قوي ولازم يتصفى دلوقتي. عتمان قلق من كلام حمزة وقام وقف وحط ايديه في جيبه علشان يطمن اللي طبنجته معاه، وقال له بغدر ماشي يا ابن النجعاوي، خليك هنا هتص وش بشوية مية وهعاود طوالي، اقعد ارتاح. وسابه ودخل الدوار بتاعه. وحمزة قاعد على الكنبة وهو بيقول لنفسه ماله ده، وانا مالي هشغل بالي به ليه، ما يغور في 60 داهية. وما فيش ثواني ولقى حمزة تليفونه بيرن، وافتكر الرنة اللي كانت لسه نوارة عاملاها من شوية، وابتسم وطلع تليفونه من جيبه واتنهد بحب. كنت خابر زين ان انت هترن وتكلميني، ايه مخبلة اتوحشتك وليه؟ نوارة اخدت نفسها بالراحة وقالت له وهي نايمة على السرير بدلع جرى ايه يا ابن النجعاوي، وبعدين مش هوحشك وليه؟ مش انت جوزي بردك، وبعدين انا لقيتك اتأخرت عبابة فقلت اطمن عليك. حمزة هو بيضحك. اتأخرت ايه بس يا بنت مهبلة، انا لسه خارج من الدوار ما كملتش نص ساعة، تاني يا دوبك لسه واصل عند عتمان، انا حتى لسه ملحقتش اتكلم وياه. في اللحظة دي نوارة حست ان قلبها وقف. قامت وقفت على السرير وقالت له بصوت مخنوق انت قلت ايه؟ انت عند مين؟ اما في الأوضة عند جاسر في الأوتيل كان نايم بتيشيرت قطع على السرير، وهو واخد حسن على رجله بيبصله، وما كانش مصدق عينيه ان هو خلاص بقى بين ايده. ولؤلؤة كانت قاعدة جنبه بتلعب وياه. شكله حلو خالص يا جاسر، هو دي يبقى مين؟ جاسر اتوتر او بصلها. ها مش مهم يا لولي، مش مهم يبقى مين، المهم انت حبيتيها. حبيته خالص، دي شكله كيوت قوي، وبعدين شبهك على فكرة. جاسر اتوتر جدا. لا مش شبه خالص، مش شبه خالص يا لؤلؤة. واتناهد بخنقة. اقعدي جنبه وخلي بالك منه، وانا هعمل مكالمة بسيطة وهرجع تاني ماشي. وبص راسها ودخل البلكونة. كان حاسس ان محتاج يشم هوا لانه ما كانش قادر ياخد نفسه. جاسر بخنقة. لا انا ما رجعتش مصر علشان اقعد في اسكندرية محبوس هنا، انا رجعت علشان الطربقة على دماغهم كلهم، ومش هسيبك متهنية يا شاهي. ومسك تليفونه وطلع رقم شاهين ده وكلمها عليه. كان بيتكلم من رقم جديد تماما، شاهين ده ما كانتش تعرفه. وسمع صوتها اللي بقاله كتير ما سمعهوش، بس اللي فرح قلبه بجد ان صوتها كان متوتر وباين عليه الخوف. الو مين معايا؟ اكيد ما نسيتيش صوتي صح؟ شاهين ده اول ما سمعت صوت جاسر سكتت تماما، ما كانتش عارفة ترد وما كانتش مستوعبة ان جاسر هو اللي بيكلمها بنفسه. ياه للدرجات دي صوته بيخض، انا ما كنتش متخيل ان انا شرير قوي كده. شاهين ده قعدت على السرير بصدمة ودموعها كانت نازلة على وشها بخوف. انت رجعت مصر يا جاسر؟ وانت اللي خطفت ابني صح؟ قصدك ابن انا مش كده؟ مش كده برضه يا شاهين ده؟ هو انت نسيتي ولا ايه؟
أما في المطبخ عند صقر كان متعصب قوي. يعني ايه سمرة مش موجودة في الدوار ومحدش داري هي فين وخرجت من ميتة؟ جليلة وهي بصيله: وانا بقى المفروض ابقى الحارس بتاع مرتك ولا ايه؟ انا ماليش صالح بحد في الدوار ده. صقر كان لسه هيرد عليها وهو في قمة عصبيته، لكن ليثي دخل وقال له: خلاص كفاية زعيق بقى، وبعدين يروح ضوى يعيه اقولك اديها ينعي محموي. خالد وهو بيضحك: والله هو احسن حل الصراحة، هي ينا دي. اهدى بس كده يا صقر وتعالى معايا يا سيدي، انا عارف سمرة ممكن تكون فين دلوقتي. واخدوا صقر وراح بيه على بيت فرحة. زي ما كان متوقع لقى سمرة موجودة هناك في المكتب عند عتمان. كانت العصبية والانتقام مليين قلبه وعينيه، وكان واقف وبيتكلم مع الغفر بتوعه: ايوه الجدع اللي بره ده انا مش عاوزكم تسيبوه في حتة سليمة، عاوزكم تقطعوا منه تقطيع، وبعد كده تاخدوا جتته وتتوها في اي داهية. واحد من الغفر كان واقف ومستغرب: هو انت يا عتمان بيه تقصد حمزة بيه النجعاوي متوكد يعني؟ عتمان اتعصب جدا، خبط ايديه في المكتب وقال له بغزو بعصبية: ايوه اقصده، هو حمزة النجعاوي، هنخاف مني ولا ايه؟ انا عاوز كلامي يتسمع بالحرف الواحد، من اللحظة دي حمزة النجعاوي مش هيكون له اي اثر في الوجود، سامعين ولا لا؟ الغفر كانوا موطين راسهم: حقك علينا يا بيع، احنا ما نقصدش حاجة، احنا بس كنا بنسأل. عتمان بصلهم بحزم: قصروا الكلام، عاوزكم تخرجوا من الباب اللي ورا وتقفلوا باب الدوار زين، ولما اقول لكم يلا تنفذوا اللي قلت عليه بالحرف الواحد. وفعلا نفذوا الغفر كلام عتمان، وبدأ يخرجوا من الباب اللي ورا ويحاصروا الدوار كله كويس قوي. وقف عتمان يكلم نفسه بغدر: خلاص يا حمزة، كلها دقايق وهتقابل وجه كريم، ابقى خلصت منيك، وبكده نكون خلصنا من اول واحد. اما في البيت عند فرحة في الصالة، صقر كان باصص لسمرة بعصبية وماسك ايديها وبيقول لها: انت اتجنيت يا بنتي ولا ايه؟ كيف تهملي دوارك وتخرج لحالك لغاية دلوقت، وليه ما رجعتيش الدوار؟ سمرة رفعت عينيها وبصت له بحزن: وانت يفرق معاك ايه يعني؟ ما انت ما حسيتش بغيابي طول اليوم، يبقى خلاص مالكش دعوة بيا. صقر اتجنن اول ما سمع الكلمة دي: بنت يا سمرة اعدل لسانك وياي، احسن وكتاب الله اسفخ الكف يحول وشك الناحية التانية، وشك اللي عاوز يندش ده. من قبل ما سمرة ترد عليه لقى فرحة بتزقه لبعيد عن سمرة: هباي عليك، بدل ما تيجي تراضيها بكلمتين وتحب على راسها وتقول لها حقك عليا يا مرت يا ست الناس، جاي بتهددها كمان وقدام يا صقر السعيد. صقر كان مذهول من فرحة وبص لخالد وهو مش فاهم اللي بيحصل، بس خالد ابتسم: نسيت اعرفك، اصل هي دي بقى فرحة يا سيدي اللي انا بحبها وعايزة اتجوزها. شفت شرسة ازاي؟ لايقة عليا جدا، صح برضو يا صقر؟ صقر كان بيشاور ناحيتها بقرف: بقى دي اللي عاوز تتجوزها يا خالد؟ اتجنيت في عجلك ولا ايه؟ دي بلعة متراضية في حلقها. فرحة اتعصبت جدا: ايه بلعة راضية في حلقها دي؟ شايفني بردد الكلام وانا مش فاهمها هياك ولا ايه؟ اسمع بقى، لو انت صقر الانصاري اللي البلد كلها بتخاف منيه، انا بقى لها ما بخافش من حد. وسمرة قاعدة هني في بيت اختها معززة مكرمة لغاية ما تعرف قيمتها، سامع يا ولد الانصاري ولا صنقيت؟ صقر كان واقف وفاتح بقه ومش مصدق الموشح اللي سمعه من فرحة، وخالد كان بيبص لصقر بخوف. صقر فاق من صدمته وهو بيجز على اسنانه وقال لها: اسمع يا بنتي، انا مش هرد عليكي لاني مش بتحدث ويا حريم، لكن انت لحد دلوقتي ما تعرفنيش وما تعرفيش قلب صقر الانصاري. هتعرفي كيف وانت ما جربتهاش، لما يحط راسه في حد بيعمل ايه. وبص صقر لسمرة وبتحذير: هتيجي ويايا سمرة ولا لا؟ صقر كان بيسألها وكان متأكد من إجابتها 100%، وعارف إن هي هتروح معاه وتشتريه زي كل مرة، بس اتفاجئ لما لقى الرد اتأخر قوي وحس إن القلق والشك دخلوا قلبه. صقر بصلها وبقلق: ايه يا سمرة ساكتة كده ليه؟ سمرة بدموع: لا يا صقر، أنا مش هرجع معاك إلا ما تطرد اللي اسمها شاهين دي بره البلد كلها. أما في دوار عتمان، حمزة كان بيكلم نورة في التليفون: يا بنتي بقولك عند عتمان أخو بكر. أيوة قاعد وياه في شغل كده بنحكي فيه،
ما تشغليش بالك انتي. المهم عايز اول ما ارجع يا حبة العين الاقيك مجهزة حالك زي ما وعدتينا يا نوارة. نوارة كانت حاطة ايديها على بقها غصب عنها، وعينيها كانت بتدمع ومش قادرة ترد، لانها ما كانتش مصدقة ان الدايرة بتضيق عليهم للدرجة دي، وان الاتنين قاعدين مع بعض. حمزة اول ما حس ان اتأخرت في الرد: جرى ايه يا بنت يا مهبلة؟ هو انت هملت التليفون وليع؟ هو انا مش بتحدث وياكي؟ نوارة كانت بتحاول تكتم صوتها وبتتكلم بصوت طبيعي عشان ما يبانش قد ايه هي خايفة. لا سامعاك يا حبة العين، بس انا مش فاهمة ليه عملت دوارك ورحت للي اسمه عتمان ده. وعيطت بصوت مسموع وقالت له بخوف: حمزة بالله عليك يا حمزة عاود يا حمزة، انا محتاجالك قوي. حمزة في الوقت ده توتر جدا. مالك يا بنت يا نوارة؟ انت ليه بتعيط كده؟ هو انت تعبانة ولا ايه يا نوارة؟ ايوه يا حمزة، انا تعبانة قوي. عاود دلوقتي يا حمزة، عاود حالا. حمزة متحملش دموعه والخوف دخل قلبه. طيب اقفلي، انا جاي دلوقتي حالا، ما تخافيش. وفعلا لسه هيجري على العربية بتاعته، بس اتفاجئ بعتمان واقف قدامه بيقوله بخبز: انا جيت خلاص، تعالى بقى علشان في حساب عايزين نصفيه. حمزة بلهفة: مش دلوقتي يا عتمان، مرتي تعبانة قوي ولازم نلحقها. وقبل ما يتحرك حمزة، عتمان حط ايديه على كتفه وضغط عليه جامد وقال له بغدر وكره كان باين في عينيه: قلت لك لا، انت ما ينفعش تخرج دلوقتي من الدوار، اصل في حساب عسير قوي لازم نصفيه دلوقتي يا ابن النجعاوي. تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لحمزة؟ وعتمان هيقدر ينفذ اللي بيخطط له؟ وممكن عتمان فعلا يأذيه، او ممكن حد تاني يلحقه هو في الموقف ده؟ وصقر هيختار سمر عن شاهين ده، ولا حبه القديم هيسيطر عليه؟ وجاسر ايه اللي رجعه على مصر، وليه اصلا ما كانش حد متوقع رجوعه تماما؟ ومين البنت الصغيرة اللي معاه؟ وحسن يبقى ابن مين بالظبط؟ ابن كاميليا ولا شاهينتا؟ وابن جاسر ولا ابن صقر؟ ولا ابن مين بالظبط؟ مفاجآت كتيرة جدا مستنيانا في الحلقات اللي جاية. عايزة اقول لكم ان الحلقات اللي جاية هتكون قوية جدا، علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة ان شاء الله.